السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تسوعة وبكرة عاشورة، كل سنة وانتم طيبين. طبعا بقى هقول لكم بقى على وصفة حلوة قوي تخلي معاكم العاشورة كده كريمي وجميلة جدا. زي ما انتم ما شايفين بصراحة، يعني بصي الشكل بصراحة، بصي بيحكي عن نفسه. طبعا هقول لكم بقى ازاي تطلع معانا ناجحة وكريمي، والطعم يكون حلو كده وكريمي كده وحلوة. طبعا في ناس بتشتري بقى البليلة جاهزة وتعملها، لا احنا هنعملها بقى في البيت. بربع كيلو قمح هتعملي كذا طبق. شايفين؟ طبعا عايزاكم بقى تدوسوا لايكات كتير وتشيروا الفيديو، واللي ما اشتركتش في القناه تخش تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصل لها كل جديد. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ. هنا معانا ربع كيلو قمح. طبعا انا نسيت خالص خالص ان انا اجيبه بالليل، ماشي، فانا جبته النهارده على فكره يا جماعه. طبعا حطيت سخنت ميه. لا يا رب، دي مش ميه سخنه، دي ميه من الحنفيه عادي، ماشي. نقعته بتاع ساعه كده. بعد ما نقعته في بتاع ساعه، فصفيته من الميه ورحت حطيته بقى في الحله وحطيته، ولعت عليه النار وسخنت ميه في الكتل، ونزلت كده بميه زي ما انتم ما شايفين كده. هنسيبه بقى ايه يغلي شويه كده على النار، يعني ممكن مثلا يغلي كده مثلا في حدود ساعه، واكتمي الحله غطيها. بصوا شايفين الحب بتاع البليله، يعني الحبايه نفشت ازاي. وبعدين هنصفيها بقى من الميه، ماشي. ورحت نازله بكيلو لبن. اهم حاجه انا ما حطيتلهاش على فكره يا جماعه ميه. وهنزل بكوبايه الرز الصغننه قوي دي، على فكره الرز يكون نوع نضيف وما تغسلهوش. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده، طبعا غليت زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا هروح مغطياها وهطفي البوتاجاز، هغطيها برضو يعني في حدود مثلا ساعه، ساعه الا ربع كده، تمام. لان طول ما انت مولعه الرزايه مش هتستوي واللبن هيتشرب. فلا احنا كمان عشان نستفاد برضو باللبن، لا هنغطيها ساعة وهنعري. هنا طبعا كنت ايه بعد ما عريتها يعني بعد ساعة، شايفين؟ بصوا طبعا هو اللبن اتشرب بس مش كله. ده كان اول كيلو نزلنا بيه يا جماعة. بصوا طبعا هنجيب بقى كيلو تاني وهننزل بيه. في ناس بتحب تزود مية ولبن، وفي ناس بتعملها بلبن بس بلبن بس بتبقى طعمها احلى وكريمي كده وجميلة قوي. وهقول لكم على سر هيخليها حلوة جدا جدا جدا. بصوا هتقلبوها بقى شوية برضو، كل دوت النار شغالة يا جماعة عشان تبقوا عارفين. طبعا دوسوا لايكات. انا هنا بشوف بقى الرزاية استوت ولا لا. على فكرة من اول مرة كتمت الحلة فيها كانت الرزاية استوت. طبعا عايزة لايكات كتير حلوة كده زيكم، ودعوة حلوة كده من قلبكم. بصوا هنا بدأ بقى يغلي. دوت كان ايه الكيلو التاني، تمام. هقول لكم بقى على السر بقى اللي انا هحطه ده هيخليها طعم كريمي وطعمها جميله جدا جدا جدا. وكل سنه وانتم طيبين يا امارات. بصوا هنا معانا كريم شانتيه، ماشي عادي، يعني عندك مثلا سايب هاتي، ما عندكيش هاتي اللي هو البكاوي. هنا حطيت في الكوبايه دي معلقتين لبن بودره. بصوا شايفين؟ هنا معلقتين لبن بودره، هحط عليهم معلقتين كريم شانتيه. بص انا بعمل لكم رقم 2 يعني عشان ايه تبقوا عارفين. وقلبناهم كويس. طبعا دي كانت ميه من الحنفيه على فكره يا جماعه عشان تبقوا عارفين، مع اللبن، تمام. بصوا هننزل بقى ايه بيها كده على القمح بتاعنا بالرز باللبن، وهنقلب ايه واحده واحده كده زي ما انتم شايفين. طبعا ما بننزلهاش مره واحده عشان خاطر لو في اي تكتلات من اللبن من الكريم شانتيه يبقى ايه ابقى شايفاه يعني زي ما انتم شايفين كده. طبعا وايديكم فيها. طبعا كتمت الحله دي على فكره برضو ساعه، وبعد كده ولعت عليها وحطيت كوبايتين سكر، تمام. السكر ده حسب انتي ورغبتك، يعني على حسب ما انتي ما بتحبي السكر بتاعها ازاي يعني. بس على فكرة الكوبايتين دولت كويسين قوي على ال3 كيلو لبن عشان تبقوا عارفين، ولا طالع مسكر ولا طالع دلع.
مظبوط جدا جدا جدا. طبعا كنت طفيت برضك عليه، بصوا يعني انا طفيت عليه كذا مرة يعني، واغطيه بتاع ساعة او ساعة الا ربع، اروح راجعة مولعة تاني. هنا هننزل بقى بشوية فانيليا. عندك فانيليا سايلة حطي، عندك البكاوي حطي كيسين. تمام. وهتقلبي بقى وهنولع ايه النار. ده كده هننزل بتالت كيلو لبن، وهنسيب شوية في الكيس عشان خاطر ندوب فيهم النشا. تمام كده. هنجيب بقى 4 معالق نشا هنا، دولت 4. تمام. هننزل بيهم باللبن اللي احنا سيبناه في الكيس، وهنقلبها بقى كويس عشان خاطر برضك ايه لو في اي حاجة كده متكتلة فيها تفك. طبعا ايه هتقلبوا كويس النشا، والنشا عامة بتدوب بسرعة يعني زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا عايزة لايكات حلوة كده زيكم، ودعوة حلوة كده من قلبكم، وكل سنة وانتم طيبين، وشيروا الفيديو لحبايبكم، ويا رب وصفة اليوم تعجبكم. ما تنسونيش في لايك قمر زيكم كده. طبعا بقى ايه بعد ما حطينا الكيلو التالت دوت، بصوا بقى انا بنزل بالنشا واحدة واحدة عشان خاطر النشا ما تكلكعش معانا. بصوا واحدة واحدة كده، وقلبي برضك بالراحة يعني ما تقلبيش بسرعة، قلبي واحدة واحدة زي ما انتم ما شايفين كده لحد لما القوام بتاعها يتقل. بس عشان تبقوا عارفين ال4 معالق نشا ازيد من 4 انا ما حطيتش، انا حطيت 4 معالق بس نشا عشان تبقوا عارفين. على ال3 كيلو لبن حطينا كوبايتين سكر و4 معالق نشا بس. شايفين طبعا القوام بتاعها عامل ازاي. طبعا كل دوت النار شغالة يا جماعة عشان تبقوا عارفين، عشان تعرفي مثلا الرز بلبن بتاعك خلاص كده هيبقى حلو، هيبقى متماسك، مش هيبقى سايل. هوريك انا هعمل ايه دلوقتي في المعلقة. طبعا بصي بعد ما تقل، بصوا طبعا لو كانوا اتعملوا كان هيبقى ايه لسه. ودي كانت وصفة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.